بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده. والنهارده عندنا حلقه مهمه جدا جدا وحوار مختلف ومن نوع خاص، لانه ضيفي وضيف حضراتكم النهارده هو حقيقي شخصيه مختلفه لانه بيحظى بتقدير واحترام كبير جدا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني، لانه واحد من افضل الادرجيه باللغه بتاعتنا كده، جايه من الاداره يعني اللي موجودين في مصر. انا بتكلم على الاستاذ خالد ضندلي، نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، رئيس بعثه منتخبنا الوطني في بطوله كاس العالم. عندنا حوار مهم جدا 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 في كل ما فات، وهنمر على كل الاحداث القديمه، ثم كاس العالم وما قدمناه في هذه البطوله، ثم كمان هنتطلع الى المستقبل في حوار هيبقى ممتع جدا جدا ومختلف، كنت انتظره كثيرا جدا 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 الحقيقه. ده ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني اللي هيبتدي سريعا. اما بقى ما يتعلق بماتش الارجنتين وانجلترا، شوف انا هقول لك على حاجه، لو انت شفت فانت معايا، لو انت ما شفتش فانا احكي لك، فانت غالبا طالما بتتفرج دلوقتي فانت شفت او انا هحكي لك، كده كده مش هيفرق، انا هقول لك بقى اللي حصل. انا يا باشا من الدقيقه 55 لما جاب منتخب انجلترا الجول انا فرحت. مش انت فرحت؟ ما تكذبش، انت فرحت، ما انت فرحت عشان احنا جايين من هناك سوا، ما تهجصش، انا عارف ما انت فرحت عشان خاطر احنا الاثنين جايين من المشوار بتاع ايه، احنا كنا كسبانين 2-0 واتقلبت، فاحنا كلنا جايين مع بعض. شوف، ثم السيناريو بيتعاد يا جدع، يا اخي كربون يا اخي، يعني بيكفورد يشيل، مصطفى شوبير يشيل، ده يشيل واحده وده يشيل واحده، ومن الدقيقه 55 كل حاجه بتحصل تيبيكال لحد ما وصلنا لل10 دقايق الاخير. شوف، خش على تويتر دلوقتي، خش على اكس، خش على فيسبوك، انا اللي كاتب بايدي يعني مش حد تاني. ال10 دقايق بتوع ميسي اهم، امسك بقى اهو، دول ال10 دقايق اذكركم واذكر نفسي، دول ال10 دقايق دول انا عارفهم، انا عارفهم بقى، انا مش عارفهم من ماتش مصر عشان بس يعني ابقى يعني، انا عارفهم عشان انا برشلونه من زمان، انا من زمان فانا عارف ال10 دقايق دول فيهم من تك 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 وكده وبتخلص. فلما جينا مصر، منتخب مصر، انا كتبت لك ساعتها على اكس، قلت لك ايه؟ ال10 دقايق بتوع ميسي اهم، قفل. فانا قلت لك ال10 دقايق وانا بتفرج على ماتش انجلترا، ال10 دقايق اهو. هل الانجليز ما دافعوش؟ لا والله. هل الانجليز ما نزلوش حسام عبد المجيد؟ لا والله ما قصروا، نزلوا كل الحسامات اللي عندهم. قفل يا ولد، قفل يا ولد، من الدقيقه 55,000 وهم بيقفلوا. لكن هل ده نفع؟ لا. هل ده شفع؟ لا، ما تعرفش يعني. ما برضو دي حاجه من الحاجات اللي تجن، الولا جن يا جدعان. في حاجه مش يعني، في حاجه اخر 10 دقايق بيركبوا جن، مش طبيعي برضو يعني، في حاجات خارجه عن المألوف والطبيعي، ويعمل كده ويقوم واقع اسيست كده، والولا الكروسات بتاعته غريبه، بيرفع الكروس ما بتجليش، فادى واحده كروس يعني، وما شاء الله بقى، مش عارف انا اقول ما شاء الله ولا ما اقولش ما شاء، مش عارفها دي بصراحه، بس الولا عنده 40 سنه ولا تحس عليه، يلعب الكروس رايح موزه، مفيش احلى من كده على دماغ الراجل. ففي حاجه انا مش فاهم، في حاجه انا مش، اخر 10 دقايق بتحصل السيناريو يا جدع، انا مريت بيه قبل كده، سيناريو تيبيكال، بقول لك ده بيصد ده بيصد. طب ايه اللي فرق؟ اقول لك بقى ايه اللي فرق. شوف، انا وانت كنا جايين، في ناس كانت بتقول لك ايه، ما انتوا كان في ايديك وما نزلش هو حسام حسن، ما دافعش اهو. هل تخل ما دافعش؟ بسالك والله، ده تخل ما عملش حاجه من الدقيقه 55 غير ان هو دافع. ده السيناريو الثاني اهو، ها. ده نداء لكل الناس اللي كانت بتقول يا جماعه طب حسام حسن ما قفلش، طب تخل قفل، فايه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجه بره، هو نفس الريمونتادا بنفس تفاصيلها. فالارجنتين كسبت، انا وانت جايين من هناك يعني، انا مش هنكذب يعني، انا وانت جايين من هناك كنا بنشجع انجلترا، مش بنشجع انجلترا عشان احنا بنحب انجلترا، لا، احنا بنشجع انجلترا عشان احنا عايزين انجلترا تكسب الارجنتين، فاحنا
نبقى يعني كده مبسوطين، اللي هو انتوا خرجتوا. لكن هل ده حصل؟ لا، ما حصلش. فاحنا املنا على مين؟ على اسبانيا. الماتش الجاي كلنا هنشجع الارجنتين بقى، مش هنروح لاسبانيا. عشان نجيب من الاخر، احنا رحنا كلنا مع انجلترا، الارجنتين كسبت. رحنا كلنا مع سويسرا، الارجنتين كسبت. فاحنا كلنا هنروح الماتش الجاي فين؟ ها؟ ايوه، كلنا طالعين فين احنا؟ كلنا طالعين على الارجنتين، كلنا ارجنتين. هتشجع الارجنتين، فملهاش بقى غير ان تقوم عكسه معانا جايه اسبانيا تكسب، نفرح كلنا. هل ده ممكن يحصل؟ ما اعرفش يعني، انا ما بقتش عارف بصراحه، ما بقتش عارف. لكن على كل احنا قدام ماتش الشوط الاول بعنوان لا وفيات، يعني لا وفيات في الشوط الاول. ماتش طحن ضرب على اللي يضرب الثاني اكتر من كده اهو، داخلين دغدغه. بس الشوط الثاني بقى مختلف، انجلترا بقى ونزلت وظبطت الاداء وبتاع وجون ومبروك بس دقيقه 55 يعني، انت من الدقيقه 55 برضو، ما انت يعني بتدافع من الدقيقه 55 يعني. هو الارجنتين زنقه انجلترا في الثلث الاخير من الدقيقه 55، ما فيش حاجه خالص. والراجل عمال يشيل كرات ما تتشالش. ما هو برضو ما في حاجه برضو في الكوره، عمرك يقول لك ايه؟ كتر الضغط يفك اللحام. فكتر الضغط يفك اللحام، ما هو يفك اللحام، ما هو ولا ايه؟ فالعمليه فكت خالص، فكت وادي يا سيدي اهو، اديك انت شايف اهو. فهو ما يقدرش على القدر الا ربنا، ان شاء الله باذن الله. بس احنا كلنا هنشجع اسبانيا الماتش اللي جاي، الارجنتين اسف، كلنا هنشجع الارجنتين الماتش اللي جاي، ويحصل اللي يحصل بقى ان شاء الله باذن الله. احنا جربنا كل حاجه، احنا جربنا كل حاجه، هاجمنا، لعبنا وهاجمنا وهاجمنا. فبرضه قال لك ما دفعتوش، فالتانيين دفعوا فما جاتش. مفيش بقى غير اللي عندهم الكره الشامله، اللي بيدافعوا وبيهاجموا وبيطلعوا قدام وبيرجعوا ورا، ومش عايزين بقى ننق عليهم. ليه؟ لان انا اسبانيا قلت لك بزنبلك، فرنسا ولا ايه؟ جيت انا هنا في نفس ذات المكان ده، ودي اقل عين عندنا يعني. رحت قايل لك ايه؟ لا اسبانيا، قاعد بقى انا فزلوك بقى قوي، فزلوك بقى قوي، وقاعد وايه بقى؟ وهما بيتكلموا تقول لا فرنسا واسبانيا، لا فرنسا يا راجل، ده انت دي شامب بيملى العيال بالزنبلك ويسيبهم. خلصت على فرنسا. على الاقل لو كانت فرنسا كانت كملت، كان لما الارجنتين تكسب هيبقى انت عندك احساس ان برضه فرنسا فرقه يعني مرعبه قويه يعني. كاس العالم ده غريب قوي يا جماعه والله. يعني انت ما بتبقاش فاهم اي حاجه في اي حاجه من قبل الماتشات، بس على يعني ما علينا، اهو خلاص خلص وما فاضلش غير ماتش واحد. يعني انا بعتبر الثالث والرابع ده ماتشات ما بفهمهاش، يعني ما بفهمهاش، بس تمام. يعني لو في ناس بتتبسط بماتشات الثالث والرابع دي، انا مش هتبسط ليها اكيد الا لو كنت انا بشارك فيها. يعني لو انا في كاس، عشان ما هجصش يعني لو انا في كاس عالم ومنتخب مصر هيبقى موجود في الحته دي، هبقى مبسوط بصراحه، هبقى هتفرج كده. لكن انت بقى ما عنديش منتخب مصر وما عنديش منتخب عربي بيشارك في الحته بتاعت الثالث والرابع، فانا مش حاسس ان احنا رحنا في حته بعيد. الماتشات بتاعت الثالث والرابع دي بالنسبه لي تحصيل حاصل تمام يعني. فاحنا بنتفرج بقى على النهائي، والارجنتين بقى بتكسب بقى اسبانيا، بقى الارجنتين هتكسب اسبانيا كتير سكور، ولا بقى ميسي وانزو والناس دي جامده. فالناس دي بقى ايه؟ هتكسب كتير. نشوف بقى حاجه تانية غير القصه دي، عشان انا قلبي وجعني. شوف يا سيدي، بص يا سيدي، ركز معايا الله يسترك بقى، ركز معايا الله يسترك. انا ما خد بالك برضو في حاجه مش حلوه في الموضوع. ايه هي؟ انا ما بحبش اطلع بعد الماتشات ما بتخلص، انا ما بحبش اعمل كده، ما بحبش. ليه ما بحبش اطلع كده؟ ما بحب استنى شويه كده اطلع، بيبقى في فاصل ساعه ساعتين، الواحد يعني كده. لكن الواحد بيبقى مستفز شويه، عنده شويه خليط من نروح للنادي الاهلي. امبارح انا قلت لك منصف بقرار حطه على الشاحن بنسبه 90%. لا يا سيدي، زود 5%، ما يجراش حاجه. يلا زود 5%، انا بقول لك زود 5%، حط على الشاحن وبنسبه 95% منصف بقرار لاعبا في النادي الاهلي. تم الاتفاق على كل شيء، بس ركز ما تنزلوش العنوان، انا عايز الناس بس تاخد الكلام اللي انا بقوله. خلاص؟ هو تم الاتفاق على كل شيء، تم الاتفاق على كل شيء. فاضل حتايه
قد كده قد كده. خلص. انت عايز كام؟ انا تمام. البونص كام؟ تمام. الراجل عايز كام؟ تمام. احنا متفقين تمام، انت متفق تمام، فاضل حتايه قد كده. الحتايه ديت لسه ما خلصتش. فعشان كده بقول لك 5%. 5% فاضل، يعني احنا 95% ففاضل 5%. هل ال 5% دي تأثر؟ يعني تأثر تبوظ الديل؟ لا. اللي انا حاسه، المعلومه اللي عندي يعني ان هي في الاول وفي الاخر الطرفين كلاهما مقرب جدا جدا واتفقوا على كل شيء. طيب قيمه الصفقه كام؟ 3 مليون يورو، 500 الف يورو بونص، واللي هي مشاركات اللاعب مع في المباريات والتتويج بالبطولات وامور شبه كده، و10% من نسبه اعاده البيع. بس يعني مش عايز ادخلك في تفاصيل كتيره اكتر من كده عشان ما ادوشكش، يعني لان ما بحبش الدخول في تفاصيل كتير ماديه والحاجات اللي شبه كده. بس اللي اقدر اقوله لك انه الموضوع بتاع منصف بقرار فاضل له 5%. طيب دي جديده، بس انا هقول لك العنوان، مش هينفع اقول لك الاسم. هقول لك العنوان، مش هينفع اقول لك الاسم. بنسبه 75% المهاجم الثاني بتاع الاهلي بيخلص، فحطه على الشحن كمان، يلا ما عنديش مشكله. حطه على الشحن. اقول لك يا عم 75% بعيد، معلش، انا لما احب اقول لك حاجه انا ببقى في ترتيبات في دماغي، فلما اقول لك 90 زود 5% يبقى في دماغي حاجه، في المعلومه يعني. فبنسبه 75% المهاجم التاني، حط على الشاحن المهاجم الثاني في النادي الاهلي اهلاوي، وبنسبه 75%. هكملهم لك انا الفتره اللي جايه، ما جراش حاجه يعني. ما عندناش فيها مشكله. فاللي انا بقوله لك ده مهم ليه بقى تعرفه؟ عشان الناس اللي كانت بتسال، انا ما كدبتش عليك، عشان الناس اللي كانت بتسال هل الاهلي عندما يتحرك وهو بيخرج لعيبه هل النادي الاهلي هيجيب؟ قلت لك قلت لك انا واثق، قلت لك انا عندي معلومه، قلت لك انا عارف ان الناس بتشتغل، ثم سكت كده قلت لك حتى ولو انت ما عندكش معلومه، انت كجمهور، وانت مش مطالب ان يبقى عندك المعلومات اللي بتبقى موجوده في المطبخ الاعلامي والصحفي بتاعنا، فخليك واثق في الاستاذ ياسين منصور، وخليك واثق في الكابتن سيد عبد الحفيظ. عايز اروح لنقطه مهمه جدا 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 جدا، وهي تريزيجيه ورحيل تريزيجيه عن النادي الاهلي بالتوافق. يمكن احنا اول امبارح كان معانا السيد رئيس نادي الرياض السعودي، وقال لك انه خلاص الامور بتنتهي مع اللاعب ومع النادي الاهلي وكذا 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 وكذا. ثم الناس لقت البيان بتاع النادي الاهلي اللي فيه بينتهي التعاقد، ودي امور تعاقديه، يعني الاهلي خلص مع اللعيب بحيث ان هو يسيبه يروح يمضي مع نادي الرياض. ده كل حاجه حصلت بالاتفاق بالصيغه ديت بالشكل ده، بالاتفاق ما بين الاهلي وما بين تريزيجيه. عايز اقول نقطه مهمه، هل الاهلي بيحب تريزيجيه؟ بيقدره بنسبه 100%. هل اللاعب نفسه بيعشق الاهلي بيموت فيه؟ هنا في نفس المكان ده على القهوه ديت، دي القهوه اللي كان فيها كل نجوم مصر جم قعدوا فيها. فتريزيجيه جالنا هنا مرتين بالمناسبه، مره على القهوه ومره في الكوره مع فايق، والراجل قال لك انا ضحيت. ارجعوا للقاء ده، هتلاقوا في كلام مهم جدا جدا تريزيجيه بيتكلم فيه عن عقده في تركيا وطرابزون، والراجل ساب ايه وعمل ايه وسوى ايه وبتاع. فهو الراجل في الاول وفي الاخر دي نقطه مهمه، هو لما لقى النادي الاهلي عايز حاجه معينه، خلاص انا هعمل اللي النادي الاهلي عايزه. خلاص انتوا عايزين يبقى في تحرك بالشكل الفلاني، مفيش مشكله، تحت الضغوط اللي حاصله تحت الضغوط الجماهيريه، الرغبه في الفوز، الحاجات اللي شبه كده. فالراجل قال خلاص يا جماعه مفيش مشكله، خلوني اخرج اطلع للتجربه ديت وارجع تاني للاحتراف بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى الشياكه. الناس اللي بتناقش قضيه مهمه جدا، وهي قضيه مهمه، النادي الاهلي بيعمل ايه؟ هم بيعملوا ايه؟ هو الاستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ بيعملوا ايه؟ تاني، الناس دي عندها توجه وفكره معينه. أنا مريت بخطأ ما حصل في فترة سابقة، وأنا اعترفت كإدارة وكأهلي إن أنا غلطت، فأنا بصحح. في نقطة مهمة، اللي بيصحح لازم هيدفع ثمن، واللي بيصحح مسار لازم يبقى في دعم لسبب بسيط، لأن أنت متأكد من صدق نواياه ومتأكد من رغبته الكبيرة جدا جدا على إعادة الأمور لنصابها الطبيعي. طب إيه نصابها الطبيعي؟
نصابها الطبيعي، والكلام اللي بقوله لك ده كلام المنطق والعقل، مش كلام البوم والطخ. نصابها الطبيعي ان الفرقه يبقى فيها فئات. مفيش مسؤول في الدنيا ولا ادارجي في الدنيا ولا حد مسؤول في اداره في الدنيا يقول لك اللعيبه كلها رقم، يعني اللعيبه كلها تاخد رقم واحد. مفيش حد هيعمل كده، مفيش حد بيفكر كده. فلو حد سوق لك الكلمه دي افهم ان هو بيحاول ان هو يعني يتلاعب بالكلمات. خلينا ابقى يعني شيك. لكن حقيقه الامر هو ايه؟ حقيقه الامر انه الاهلي يقسمها فئات، ولكن هذه الفئات تظل بينها وبين بعضها يعني نوع من انواع التقارب. يعني انا مش حاسس ان في جاب. هو بيصحح خطا، فبيقول لك انا بحاول اقرب المسافات. هو بيصحح خطا ومعترف ان هو بيصحح خطا، وانت عارف ان هو بيصحح خطا، وانت عايزه يصحح خطا. طيب نتيجه ده ايه؟ ما انت لازم تقف جنبه. ما انت كجمهور، ما انت الوقود، ما انت الدافع. ما هو انت اللي بتقول، ما انت اللي عايز، ما انا اللي انت اللي قلت انا مش عاجبني اللي بيحصل ومش ده النادي الاهلي. مش انت اللي قلت؟ انت اللي قلت. فالناس جايه تعمل بقى اللي انت شايفه واللي هم شايفينه وتعاد الامور الى الشكل الصح. فايه بقى اللي المفروض ان هو بيحصل دلوقتي؟ انك تدعم، تؤازر، خاصه انه انت في التجربه بتاعت السنه اللي فاتت انت جربت فيها انك تجيب نجوم العالم تحطهم. العيب مش في انك حطيت النجوم، مش ده العيب ومش ده الخطأ اللي الاهلي اعترف بيه. الاهلي طول عمره فرقه نجوم. هو العيب اللي الاهلي اعترف بيه واللي بيتصحح دلوقتي هي الفوارق الكبيره في الارقام. فهو بيصححها، فلازم هو بيصحح على سنه، على سنتين. ده طبيعي انه يخرج لعيبه كبيره ويخرج اسماء مهمه واسماء مهمه واسماء ليها تقلها. لكن ادي فرصه. في خرج، في جاي، في موجود، في هيطلع، في ما كانش بياخد فرصه فهياخد فرصه، في انك جربت اللي قبل كده فلقيت النتيجه دي. طب ما تجرب ده بقى. طب ما تدعم ده، ما تدعم الناس اللي انت عارف ان هم عايزين يصححوا حاجه. مش ده انت، مش ده طلبك، مش دي رغبتك، فصحح يعني وساعد ودعم. فانا كده شرحت لك القصه كلها على بعضها بتفاصيلها. وما تخافش يعني في الاول وفي الاخر ما تخافش. كلام موجه لجمهور النادي الاهلي، ما تخافش يعني. الناس قلبها على النادي وعارفين كويس هم بيعملوا ايه. بالمناسبه الاهلي افتتح فرع جديد على مساحه 40 فدان. مقر النادي الاهلي بالمنصوره، والاهلي عمال بيزود في فروعه وكل المداخيل والانشاءات الخاصه بيه. قدام حضراتكم على الشاشه الكابتن محمود الخطيب وهو يضع حجر الاساس المتعلق بفرع المنصورة. هيبقى في مدينة للألعاب المائية، منطقة ترفيهية للأطفال، مطاعم، كافيهات، منافذ خدمية تجارية، مساحات خضراء، لاندسكيب، جراشات، كل حاجة أنت بالك فيها هتبقى موجودة. الأهلي بيحاول على قد ما يقدر يعظم مدخلاته. وأنت بتتكلم على جزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد، التجمع، وأدي البداية كمان في المنصورة. تعالوا نشوف مع حضراتكم كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. في البداية اسمحوا لي الأول احنا نبارك ونحيي فريقنا القومي وجهازه الفني والإداري والطبي ومنظومة الكرة المصرية على الأداء المشرف والروح العالية في بطولة كأس العالم. النهاردة النادي الأهلي بيكتب السطور الأولى لمشروع تنموي كبير وطموح. المشروع اللي احنا بنتكلم عليه مشروع يحقق النادي الأهلي من خلاله أهداف التوسع واتساقا مع التوسع في التنمية واتساقا مع توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة مشاريع التطوير والعمران خاصة في المدن الجديدة. النهاردة من الأيام المميزة جدا احنا مجتمعين مع هذه الكوكبة الكبيرة عشان نشهد جميعا فصل جديد من تاريخ النادي الأهلي ومسيرته. النادي الأهلي اللي تأسس لأسباب وطنية في بداياته
هو نفسه النادي الأهلي نادي القرن الأفريقي وصاحب الإنجازات التاريخية في معظم الألعاب الجماعية والفردية. هو نفسه للنادي الأهلي بيرحب بحضراتكم النهاردة بهدف المساهمة في المزيد من جهود التنمية والإعمار. الحمد لله الأهلي يملك مقرات كتيرة: أهلي الجزيرة، أهلي مدينة نصر، أهلي زايد، أهلي التجمع، والنهاردة يتم وضع حجر الأساس لأول مقر للنادي الأهلي خارج القاهرة في مدينة المنصورة الجديدة. ده شيء بيسعدنا. والمقر الخامس للنادي الأهلي هو إن شاء الله المقر الخامس في المنصورة الجديدة. مقر متكامل زي ما سمعنا قبل كده في كافة الملاعب والخدمات الأعضاء والشاشات. مقر كامل متكامل بإذن الله يليق بشعب المنصورة ويليق بالنادي الأهلي إن شاء الله. بعد الفاصل عزيزي المشاهد أنت مدعو لحوار هام جدا جدا مع الأستاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس بعثة منتخبنا الوطني. إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل. قبل بس ما نروح للفاصل، النهارده حصل حاجة سريعة أقولها لك. زيزو مقدم شكوى اتحفظت، الزمالك مقدم شكوى اتحفظت. زيزو هيستأنف. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنت بتكلم معاك عزيزي المشاهد قبل الفاصل، حوارنا مهم جدا لأنه ده واحد من الشخصيات القديرة جدا اللي بنتشرف الحقيقة أنه يمثلنا كمصريين، وكان يمثل بعثة منتخبنا الوطني كرئيس لهذه البعثة، أستاذ خالد الدرندلي. وأستاذ خالد، رحلة ومشوار إداري كبير ومحترم. هذه هي الفترة الثانية له مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي هذه المرة إنجاز كبير جدا جدا. فخلوني أرحب بضيفنا العزيز اللي مشرفنا ومنورنا. أستاذ خالد، أهلا وسهلا بحضرتك ومنور الدنيا كلها. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، وتحياتي ليك والسادة المشاهدين. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كله زي الفل؟ كله كويس، مبسوطين. يا رب دايما ربنا يبسط قلوبكم. انتوا بسطتونا وفرحتونا وعملتوا حالة احنا افتقدناها وكنا محتاجينها عشان خاطر نشوف ولادنا الصغيرين يطلعوا يرجعوا تاني يجروا ورا المنتخب ويجروا ورا أحلام كتيرة جدا وكبيرة. بص، هو بجد يعني الرحلة دي المردود بتاعها حاجات كتير قوي، إيجابياتها كتيرة جدا. أولا منتخبنا خد ثقة وخد مكانة كبيرة بين الفرق الكبيرة وبين الفرق العالمية. اللعيبة خدوا الخبرة سعر منتخبنا زاد، أيوه، تسويقيا وفنيا وكل حاجة. الحاجة التانية ان انت طلعت لعيبة جديدة ما كنتش شايفها. الحاجة الثالثة وانا شايف ان دي حاجة مهمة جدا جدا، الانتماء. الانتماء من اللعيبة طبعا، ومن كل مصري داخل مصر وخارج مصر. دي كانت احلى حاجة الواحد لاحظها، ان كل التف حوالين المنتخب وحوالين علم مصر وكلمة مصر. صحيح. دي حاجة كنا بنفتقدها. كابتن ابراهيم، احنا بقالنا فترة المنتخب بيلعب مفيش جمهور. ايوه. نروح الاستاد وعندك اسامي كبيرة جدا في الملعب، مش هنقول مين ومين، بس على رأسهم محمد صلاح. وتبص تلاقي الاستاد فيه 2000 والناس راحة بالعافية والمود مش احسن حاجة. يعني احنا كنا بنبقى حزانة. يعني انا واحد من الناس كنت ببقى حزين ان انا شايف منتخب مصر بالقوة دي وبتكسب وانت متصدر مجموعة وطالع وبتأهل لكأس العالم وماتش مهم ومفيش جمهور. النهاردة الجمهور بقى جوه مصر، يعني في الكافيهات وفي
لا لا، انتوا عملتوا حاله رهيبه بالك؟ رهيبه. الناس الشعب المصري ما كانش بينام بسبب اللي انتوا عملتوه. بالظبط. وبره مصر بقى شفنا ده اللي كانت فعلا كمان مشاعر حلوه، ان في ولاد صغيرين ما شافوش مصر، اهاليهم مصريين، ايوه ما بيتكلموش عربي، وماسكين العلم وبيعيطوا وفرحانين وواقفين مستنيين اللعيبه وعارفين اللعيبه بالاسم. كده فعلا حسيت ان مصر موجوده في كل حته، الجمهور المصري في كل مكان، الواحد بيدخل بيشجع ب 100 واحد. احنا جامدين جدا. فبقيت تحس بفخر كده، وبقيت تحس ان ناس، يعني احنا عند الاوتيل اللي كنا بنقعد في اي فندق من الفنادق اللي احنا رحنا كتير، يعني تلاقي الناس واقفه بره مستنيه تشوف اللعيبه بالخمس ست ساعات، مستنيينهم، عارفين هيطلعوا وهيجوا ويمكن واحد يخرج يمكن. بص، الناس كانت حاجه، انا بجد كنت في منتهى السعاده ان شايف المنتخب بيلم تاني جمهور، والمنتخب لم الناس من كل انحاء العالم، اخواننا العرب، اشقائنا العرب، اوروبا كلها كانت بتشجعنا. يعني المنتخب بقى له قيمه. صحيح. دي حاجه فخر لينا كلنا يعني. صحيح. عايز اسال حضرتك سؤال شخصي جدا. احساسك ايه وانت كنت رئيس بعثه منتخب مصر اللي حققت الانجاز ده اللي هيتقال في التاريخ؟ يعني لكل انجاز تاريخ بيكتب. مسؤوليه رئاسه بعثه منتخب مصر في بطوله زي ديت، واحساسك انت الشخصي ايه انك كنت مساهم فيها برئاستها؟ بص، هو طبعا شرف كبير جدا ان ارأس بعثه بتاعت منتخب مصر في المونديال. دي حاجه يعني يعني فعلا شرف كبير يعني. بس عايز اقول لك، احنا كنا هناك مجموعه من زمايلنا في مجلس الاداره، يعني محمد ابو حسين، مصطفى ابو زهره، طارق ابو العينين، حماد الشربيني، طبعا كابتن هاني ابو ريده، ده يعني خليه على جنب. ماشي. فكنا كلنا بنشتغل، وكنا كلنا الفتره مثلا اللي ما جاش فيها الكابتن هاني في الاول، ايوه، ماتش البرازيل كنا كلنا تجهيزات. كنت انا لوحدي لسه في الاول. عايز اقول لك فعلا احنا حسينا ان ده تعبنا وده مجهودنا. الانجاز لو رجعنا في حته، ده انجاز جاي. انا عايز اكلم عنك انت، عايز اعرف انت احساسك انت، مش انا. صيغه الجماعه انا عارفها كويس جدا، انتوا ناس كلكم متفاهمين وبتشتغلوا كفريق كبير وفريق اداري. بس انا بتكلم احساسك انت ايه، انه انت قاطع مشوار اداري كبير جدا وناجح. اللحظه دي اكيد بتبقى مختلفه يعني. طبعا. يعني بص، انا سافرت بعثات كتير جدا مع النادي الاهلي، مع الاتحاد، ايوه، في افريقيا وبره افريقيا. دي كان ليها طابع خاص، مسؤوليه كبيره جدا، ان انت مش رايح ماتش وراجع. حتى لو رايح بطوله في افريقيا، قاعد في مكان واحد، يعني اقصاها بتروح حته قريبه أيوة. انما مشي رجلك وترجع تاني. انما هي مسؤوليه في ان انت كل يوم عندك حته تحدي. مختلفه، تحدي، وبتتنقل من بلد لبلد، وبترجع تاني نفس المكان المعسكر بتاعك. عايز تعد المعسكر بحيث ان انت تتفادى ما كان بيحصل ممكن قبل كده او حاجه. عايز المعسكر يعني مستقر. فمسؤوليه ان انت عايز تعمل حاجه، والمره دي بقى انت قدام العالم كله، وانت رايح كاس العالم ومتحدي ان انت عايز ترجع بانجاز، مش عايز تروح تمثيل مشرف، لان كل الناس كانت متوقعه ان انت هتطلع منتخب مصر هيرجع. ايوه. فانما ادانا الثقه الماتشات التجريبيه. ايوه. وهنا عايز اتكلم على دوركم الحقيقه، لان زي ما بننتقدكم في العلن، ده حقكم ان انتوا تاخدوه، انه تجهيز المنتخب ده كان تجهيزا قويا، بدليل ان انت لعبت كل المدارس حتى في ظل الظروف الصعبه، لان انت كنت ناوي مثلا تلعب البطوله بتاعت قطر، وما حصلتش الاسباب اللي حصلت والحرب والحاجات اللي شبه كده. فكان في اصرار من مجلس الاداره من المهندس هاني بريده ان منتخب مصر يلعب، فلعبتوا برضو ماتش اسبانيا ولعبتوا ماتش السعوديه، مدرستين قويتين على الصعيد العربي والاسيوي وعلى الصعيد الاوروبي. احنا بنتكلم اسبانيا، وجيت لعبت هنا روسيا. ايوه، وجيت لعبت روسيا، وبعدين لعبت البرازيل. هنا ده حقكم. اشرح لي بقى الجزئيه دي، وليه كان التجهيز ده مختلف وقوي الى هذا الحد يعني؟ شوف، هو الحقيقه يعني
ان انا بقول ان التجهيز ده كله شارك فيه. من ناحيه ايه؟ ان الجهاز الفني برضو غامر. يعني انت لما بنقول انت رايح تلعب السعوديه في السعوديه، ده مش ماتش مش سهل. ايوه. انت عايز تدخل تلعب السعوديه، فريق تقيل. ايوه. تلاقيهم على ارضهم وفيها شعور بقى المصريين هناك عايزين أيوة. ايه يعني. ماتش تنافسي قوي. ماتش تنافسي قوي جدا. أيوة. فرحت ولعبت وعملت نتيجه كويسه. والكابتن حسام الحقيقه يعني كان عنده الجرأه انه يروح ويوافق. طب هتطلع من السعوديه تطلع على اسبانيا من هناك، مش هترجع. كان موافق من اول لحظه الكابتن حسام يلعب اسبانيا، ولا كان عنده تحفظات؟ لا، احنا كان في تحفظ من الاول ان انت هتبقى خارج من هنا. اسبانيا قاعده في بيتها. ايوه. وانت لاعب ماتش تقيل وهتركب الطياره وتسافر، بعدين بيومين تلعب ماتش تاني. فدي ما كانتش يعني، كانت بالنسبه لنا اصعب من الاسبان. صحيح. فكان ده التحفظ الوحيد. بس الكابتن حسام ايه قال؟ انا قدها. لان برضو انت بتبص لها بايه؟ انت عايز تلعب مدارس مختلفه. ايوه. وفيها عائد مادي. يعني أيوة. احنا برضو بتبص لها ان انت النهارده بتسوق منتخبك وبتجيب عائد مادي. لان انت احنا يعني زي ما بنشتغل فنيا بنشتغل اقتصاديا برضو. ايوه. انت عايز تعمل دخل للاتحاد، عايز تجيب اقصى دخل توضب بيه سفريتك، طيرانك، لان في تكاليف. ايوه. فرحنا لعبنا اسبانيا. ولو تلاحظ في الماتشين الكابتن حسام ما تجرأ وكان بيغير. ايوه. يعني انت متعادل وبيغير. أيوة. غير 11 لعيب. ايوه. عشان عايز يجرب الناس. مش قال لك قفل وخايف لا، لعب. عنده جرأة. هو عنده جرأة وشجاعة كبيرة. جرب كل لعيبتي. مش مهم النتيجة. بس عمل نتيجة. جينا هنا برضه في روسيا. برضه كان في عائد مادي كويس. وطبعا بالتعاون مع الشركه المتحده. اعتقد انتوا وصلتوا بتاع حوالي 750 الف دولار حاجه كده. لا، في الاربع ماتشات انت معدي ال 2 مليون يعني. والله. فانت مع الشركه المتحده عملنا الكلام ده كله كويس قوي. يعني دي شراكه برضو، ان احنا خدت ماديات وخدت فنيات. صحيح. واخد بالك؟ لعيبتك احتكت. ودي معادله صعبه. ماتش البرازيل انت رايح تلاعب، ممكن اي حد يقول لك انا هلاعب البرازيل وانا في امريكا. اخر ماتش قبل كاس العالم ممكن اتغلب واعمل احباط. انتحار. انت رايح يعني. رحنا وخدنا عائد مادي كويس جدا. وكان موافق برضو الكابتن حسام؟ كان موافق. ورحنا ولو تشوف في الماتش برضو انت 1-1 2-1 والماتش كان مفتوح. وبيغير تغييرات وبينزل ده وبيطلع ده. يعني برضو هو داخل يستفيد يعني فنيا اقصى حاجه. اقصى استفاده. وعملت نتيجه كويسه. اتغلبت 2-1 بس كان منظرك كويس في الملعب. طبعا. كنت ممكن تكسب وممكن تتعادل يعني ما كنتش بعيد. يعني انت كنت عملت اداء كويس جدا. فطبعا الاربع ماتشات دول اهلوا اللعيبه فنيا ونفسيا ان انت تدخل هتلاعب مين اقوى من كده. في نفس الوقت الفرقه الثانيه عرفت قيمه مصر. 4 مدارس وجايين بتلعب بالقوه دي. وانت بتنافس على اسبانيا. روسيا متعادل مع اسبانيا اللي واصله النهائي دلوقتي. واصله للنهائي. بتلعب البرازيل باسمها بتاريخها، بتلعب السعوديه باسمها بتاريخها. فانت داخل عامل هيبه لنفسك. وفي نفس بقى الوقت انت لعيبتك مش خايفه. مش ما بقتش هيبه. الخوف والرهبه بتاعت الفرقه الكبيره. ايه الفرق ما بين حسام حسن والمدربين الاجانب اللي حضرتك اتعاملت معاهم قبل كده؟ يعني على ذكر ان حضرتك موجود في اتحاد الكوره لفتره. بص، حسام حسن راجل عارف اللعيبه من جوه. وراجل بيعشق تراب مصر. فدي مخليه غير فنياته بقى. انت ملاحظ كابتن حسام ما شاء الله يعني اداؤه متدرج عمال بشكل بيطلع واضح. لانه خلاص يعني فهم الفرقه والفرقه فهمته. وخلاص اصبحت العمليه عايزين اكتر. ايوه. الطموحات اترفعت والثقه جت. وطلع لعيبه وغامر بلعيبه جديده. يعني نزلك لعيبه انت عمرك ما كنت شايفها. احساسك ايه وانت كنت بتشوف زيكو اللي ما حدش يعرف عنه حاجه بيجيب اجوان؟ يعني
زيكو ده قصه، ايه بقى؟ ده شخصيه جميله جدا، وراجل يعني فعلا واحد عايز يعمل حاجه، بيشتغل على نفسه كويس جدا، ولاء والتزام وحاجه بجد، يعني احنا فخورين بيه. وبرضه انا عايز اقول لك حاجه، يعني ما دام فتحنا الحته دي، يعني اتفضل. لو جينا قلنا من اسباب الانجاز ده، طبعا كل المنظومه وكل حاجه، بس اللعيبه له دور كبير جدا. طبعا اللعيبه على كل السفريات اللي انا سافرتها دي، مش متخيل ان في التزام بهذا الشكل، تفاني اللعيبه. المعسكر والله يعني معسكر جيش. يا مختلف عن اي معسكر تاني. لا 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 لا، اللعيبه جايه عايز تعمل حاجه، عايز تعمل تاريخ، وخدوا الثقه، وليه احنا ما نعملش، وداخلين اي ماتش مش خايفين. وبعدين مواعيد، لبس موحد، مواعيد بالثانيه، مفيش واحد بيخرج عن واحنا كمان اللي كان مساعدنا كمان ان احنا المكان المعسكر الاساسي بتاعنا في سبوكان كان مثالي، حته معزوله ومقفوله علينا. بس لما كنا بنروح سياتل ولا دالاس ولا اتلانتا ولا فانكوفر، الكل اللي رحناه كان في بقى مصريين وفي اهالي لعيبه، مفيش واحد دخل. واللعيبه ساعدتنا على كده. مفيش لعيب قال لك اصل اخويا، اصل مراتي، مفيش، مع ان كان ليهم قرايب موجودين، مفيش، هم نفسهم. كنت سامع انك واخد دور وقافلوا عليهم. بقول لك الحقيقه، وكابتن ابراهيم حسن برضو في الحته دي، يعني اللعيبه مساعداك بقى. اللعيبه جت ووصلت لحاجه عايزه تكمل وعايزه بس خالد، ليه المره دي صلاح احنا حاسين انه مختلف؟ يعني احنا دي، انا بقول لك انا كمواطن، مش انا كاعلامي، انا كمواطن حاسس انه صلاح مقرب قوي للعيبه، مقرب للغه بتاعت الحوار بتاعتنا، البوست اللي بيكتبه شبهنا، تهريجه وهزاره ووجوده في الملعب وبعد المكسب مقرب من اللعيبه، كل حاجه صلاح احنا حاسين ان هو مختلف، وحاسين ان هو كان جامد قوي. هو فعلا اداؤه الفني كان قوي جدا في البطوله دي. هو صلاح كان عنده نيه ان ده كاس عالم، ولازم يبقى كفايانا بقى ان احنا بنروح ونرجع، وعايزين نعمل حاجه. وليه لا؟ كلمه ليه لا دي جايه من الثقه بالكام ماتش اللي اتلعبوا. ايوه. ليه لا؟ وليه بعد اول ماتش وبعد تاني ماتش انت عمال تزيد، بجانب ان هو محمد صلاح شوفوا بره الملعب وشوفوا جوه الملعب، هنا قائد وهنا قائد. ايوه ده حقيقي. يعني هو قاعد على ترابيزه الغداء او العشاء او الفطار، قاعد في البتاع وكله قاعد بيسمع له. دخل الملعب هو مايسترو. ده حقيقي. واخد بالك؟ يعني بقى ان زي ما انت بتقول في الفرح بعد كل ماتش معاهم، ورقص وفي الشارع مع ومهرجانات وبتاع، وسايب نفسه خالص، لان الفرحه حلوه. صحيح. والثقه حلوه. صحيح. طيب عندي بقى نقطه، واحنا بنتحرك من اول ماتش بلجيكا، احنا كل ده احنا جربنا الاختبارات الحلوه بتاعتنا في القوه واحنا فلقينا نفسنا ان احنا واقفين على رجلين. دخلنا ماتش بلجيكا، هل كنت تتخيل انك تأدي الاداء ده وان بلجيكا اللي تتعادل معاك، واحنا كمصريين نخرج متضايقين ان بلجيكا اتعادلت معانا؟ بلجيكا دي اللي كملت بعد كده بالمناسبه بعدينا حتى كمان. والله اقول لك حاجه، يعني بجد مش بقولها، لا احنا كان عندنا الثقه، كان عندنا ثقه جدا ان احنا هنكسب، وكان عندنا ثقه ان نطلع اوائل المجموعه، كان عندنا ثقه كويسه جدا. وما حدث في الملعب انت متقدم، هم اللي اتعادلوا معاك. فده ما كانش مفاجاه. يعني كان زي ما اقول لك، انت لعبت اسبانيا وبعدين انت لعبت بلجيكا قبل كده وكسبتها في الكويت. ايوه. واخد بالك؟ أيوة. فانت مش مستبعد اي حاجه، لان خلاص الاعداد اداك الثقه الكبيره يعني. فدي كانت حاجه مش غريبه. نيوزيلندا، ماتش نيوزيلندا شفته ازاي؟ شوط اول احنا بعيد قوي، الشوط الثاني كل حاجه بتتغير وبنكسر الدنيا ونكسب 3. ما هو مين اقوى؟ المفروض ان احنا اقوى يعني. احنا اقوى. ومين اقوى من بلجيكا ولا نيوزيلندا؟ لا بلجيكا. نيوزيلندا اجسام، وقايلين لنا كده هم، واستراليا برضه في الماتش بتاع استراليا هم اجسام، وانما فنياتنا اعلى. ودي كانت موجوده عندنا وكلمنا فيها قبل الماتش. اللعيبه والله انا عايز اقول لك، انا ما اعرفش جابوا الثقه دي منين. اللعيبه كان عندها ثقه رهيبه، مش خايفين من حاجه، مش خايفين.
بقول لك ده الاعداد اللي حصل قبل كده اداهم الثقه دي. يعني كنت تتكلم مع اي حد فيهم يقول لك ان شاء الله هنكسب يا كابتن، احنا كويسين، احنا ما تقلقش ويعمل لك كده. اي واحد فيهم. فدي كانت حاجه احنا كنا فرحانين بيها، ان احنا جايين بثقه وقاعدين في المعسكر قبل الماتشات كلها عندنا ثقه وعندنا الرغبه ومش مستبعدين اي حاجه، فغير ما بتروح اي مره. فدي بجد دي الحاجه اللي انا لاحظتها من اول يوم في المعسكر. طيب احنا مرينا بماتش ايران، وماتش ايران كان فيه منعطفات كتيره جدا جدا في الاداء، والدنيا راحت وجت، ربنا كرم وبنقابل استراليا وبنعدي من استراليا وبنوصل لماتش الارجنتين. الاول بس قول لي رايك في ماتش الارجنتين وانجلترا النهارده؟ نفس السيناريو. نفس السيناريو، عشان يعني هقول لك ايه، بس يعني نفس السيناريو بتاعنا بالظبط. هو اخر 10 دقائق بالظبط. بل بالعكس بقى، ده اخر 5 دقائق. انت بتتكلم على 5 دقائق بقى، مش 10 مش 11 دقيقه. 11 دقيقه. نفس السيناريو. طيب قال لك ما هو حسام حسن ما دافعش، انجلترا بتدافع من الدقيقه 55. بتدافع من اول ما جابت الجول بتدافع. قال لك ما نزلش حسام عبد المجيد، توخيل نزل كل الحسامات اللي عنده دافع بيهم برضه، مش فايده. خلي بالك الواحد من بره بيتهيأ له حاجات كتيره، بس جوه الملعب في ظروف ثانيه، وفي ظروف ان الكابتن حسام برضه حس ان الدنيا يعني في ظلم شويه، في ظلم. فدي بتخليك، ويمكن دي ظروف تفرق عن ظروف ماتش النهارده. يعني ظروف ماتش النهارده ما فيش ظلم، ما فيهوش حاجه. انت معاك كان في ظلم، وانت كنت متضايق ومتغاظ من ان انت يعني، فدي بتخلي برضو الواحد يخرج عن تركيزه في ظروف تانية، واخد بالك. ورغم كده انت لاخر لحظه ممكن تعادل برضو 3-3 يعني، بس هي نفس السيناريو بقول لك بتاع النهارده. طب عايز اسالك سؤال فيما يتعلق بالمذكره اللي احنا عملناها تجاه الحكم دي، ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحققوا فيها ولا ايه اللي بيحصل؟ بص، هي ايا كان يعني الماتش مش هيتعاد يعني. ما هو لا، ما يعني حتى لو جاز الحكم او حتى يعني اخره هيجازيه مثلا، ده لو اخره، ده لو بس انت خلينا واقعيين شويه يعني. انت بندافع بس في الاخر انت يعني مفيش ماتش هيتعاد، مش توصل لحاجه، مفيش ماتش هيتعاد، مش توصل لحاجه. اخرها ان هم يعملوا تحقيق بتاع ما بقولك مفيش ماتش هيتعاد يعني. ده اللي بيخليك في الاخر تبقى متضايق. طيب انا هنا بسالك سؤال، عشان انا برضو ايه، انا ده من ضمن الحاجات اللي انا طرحتها، عشان كده بتكلم مع حضرتك فيها، انت ادرى مني او خلينا نتناقش فيها. هل احنا المفروض نضغط من خلال الاتحاد الافريقي بتاعنا، انه الاتحاد هو اللي يقول؟ احنا شفنا مثلا الاتحاد الاوروبي ضغط لبلجيكا، الواقعتين مختلفتين انا عارف. هل كان ده المفروض ان هو يحصل كمان، يدعمنا حتى ولو انا بس بجيب حقي او بسجل موقف؟ هيدعمك في حاجه لوجيستكس مثلا، طياره مش عارف ايه، اقامه ايه، حاجه، انما هيدعمك في مش هيعيد ماتش. ما انا مش بتكلمش على الاعاده يعني، ما فيش حاجه مهما يعني انا اصلا بفكرها بالواقع. ايه اللي هتاخده في الاخر؟ ما فيش حاجه، مش هيتعاد الماتش، اللي حصل. انما انت طبعا بتثبت حقك وبتعمل كل ده وطبعا يعني انما في الاخر احنا بنبص لها ان احنا طموحنا ان احنا كنا نكمل. فلما بتيجي انت بقى في الاخر وتتغاظ اكتر ان انت كنت رايح ممكن تلعب سويسرا وتكسب وتدخل سيمي فاينل، فانت بتبقى في الاخر متضايق جدا. وزي قلت ايه، خلاص يعني ايه اللي هيحصل يعني. الليله دي عدت عليك ازاي؟ لا طبعا يعني مش عايز اقول لك حزن غير عادي يعني. يعني كلنا، كل البعثه وكل الفرقه بس عايز اقول لك على حاجه، من كتر المردود بتاع مصر والمصريين انت عملت مباراه كويسه، ما انتش طالع مخذول، انت عامل مباراه كويسه جدا، فانت دي بتسندك برضه. مش دي حسستك او وصلت للناس قد ايه ان ده شعب ذكي وبيعرف يقيس كويس؟ طبعا، لانك لما تعمل اللي عليك حتى لو انت زعلان، انا مش هبقى زعلان، انا ممكن ابقى زعلان على زعلك، بس انا مبسوط بيك وفخور. وبعدين المردود بتاع وسائل الاعلام مصر والعرب واوروبا ده خليتك تهدى، خليتك يعني انت عملت اللي عليك وعملت كل ما في وسعك، وكنت بتلعب بطل العالم وكنت كسبان لاخر 2-0، انت اتظلمت فانت طالع يعني ايه، رافع راسك ما انتش متضايق ان انت اتبهدلت ولا طالع شايل 3-4 تجوال ولا لا خالص. قصه هيثم حسن ديت، هل فعلا هي الورقه اللي كانت ناقصانا ديت؟ ورقه بسيطه، ورقه اداريه بحته يعني، ورقه ملهاش اي
واتحلت في ساعه زمن يعني. يعني هيثم حسن قعدت معاه؟ قعدت معاه طبعا. ايه بقى قول لي؟ لا، شخصيه جميله وهادي يعني انا عايز اقول برضه ناس كتير تقول لك اصله كان عايز يمشي ومش أيوة. عارف ايه، ما فيش حاجه من دي خالص. ما حصلش خالص. الراجل محترم وملتزم بروفيشنال يعني الى اقصى درجه ممكن تتخيلها. وبعدين تحس ان هو ما بيتكلمش عربي، بيتكلم فرنساوي. بيتكلم فرنساوي واسباني. انما تحس ان هو مصري مركز يعني، مصري وعنده الولاء وعنده واخد بالك. ايوه. وبعدين الحقيقه بتحس انه راجل يعني متواضع وعايز يعمل حاجه وعايز يثبت نفسه، والادب والاخلاق اللي في الدنيا كلها. طيب بصفه حضرتك كنت موجود كرئيس للبعثه، هل اللعيبه اللي ممكن ما تبقاش موفقه كنت ممكن تقعد معاها، ممكن تتكلم معاها من باب انك تشد من ازرهم؟ زيزو، مرموش، ولا ما كنتش بنقعد مع بعض كلنا طبعا. بنقعد مع بعض كلنا، وفي التمرين وفي في العشاء وبين الوجبات. وبندخل. عايز اقول لك حاجه، اللعيبه كمان اللي انت يعني انا كنت بدخل جيم مثلا الاقي نص الفرقه جايه وبيبدلوا ده داخل غير التمرين. بيزودوا، كل واحد بيشتغل على نفسه، بيزودوا. وكل واحد. محمد صلاح انا بسمع انه 6:30 بينزل الصبح بيكون في الجيم وبتاع. ما شاء الله. ويعني اللعيبه كلها بتدخل، واللعيبه كلها فبنتقابل وبنتكلم وشدوا حيلكم يا جماعه. وعشان كده بقول لك اللعيبه كان عندها الثقه انها تقول لك ما تخافش يا كابتن هنكسب. والله ما تقلقش. عندهم الثقه. حتى اللعيب اللي ما اداش زي ما هو نفسه. يعني في لعيب ممكن كان نفسه يعمل احسن من كده. بتبقى يعني يقول لك معلش بتاع مهند لاشين لما ما لعبش الماتش بتاع ايوه استراليا كان منهار ان هو ايه يعني حاسس بذنب. يا عم انت مالكش ذنب والله، انت راجل بتعمل اللي عليك، وكل واحد ده انت عملت الماتش اللي بعده نازل وعنده يغل في الملعب. فيعني اللعيبه كلها الحقيقه كانت انا بجد فخور بيهم والله العظيم. يعني عندك توصيف انا مرموش بحبه على الصعيد الشخصي، وما اتقابلتش معاه، بس انا بتكلم انا كمواطن يعني بيتابع لعيب منتخب مصر وفخور بيه ان هو في حته زي مانشستر سيتي، واحب دايما طول الوقت ان انا لو عندي دور اعمله ان انا ادعم مرموش لانه مستقبل لينا. انما سؤالي بقى لحضرتك، بس كان لازم اقول الدباجه ديت عشان سؤالي ما يتفهمش غلط. هل اتكلمت مع مرموش، قعدت معاه، شفت ليه هو مش في احسن فورمه ليه البطوله ديت؟ بص، احنا في حاجات ما بنحبش ان احنا ندخل فيها. ماشي. بس ممكن تقول له ايه ولا يهمك شد حيلك انت جايه. انما فنيات احنا ما سايبينها دي من بعيد، بس تآزر بس من انت بعيد. بتيجي بتقول له ولا يهمك دوس. يعني احنا على طول في الحته دي. لازم نعمل كده، تشجيع ودعم لازم فقط. ده لازم يعني كل البعثه كلنا. اخبار مكافآت ايه؟ لا، مكافآت احنا عاملين لائحه كويسه. انا حاسس ان انا خضيتك بالسؤال. لا، عاملين لائحه كويسه جدا والله جدا. يعني لائحه بجد، هم حتى اللعيبه مبسوطه بيها. لائحه محترمه، ولان هم يستاهلوا اكتر من كده كمان. لما بيجي مثلا تكريمات، هدايا، كذا كذا كذا، بيتم توزيعها ازاي؟ بتدخل الاتحاد والاتحاد بيوزعها، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ البعثه يعني مثلا مكافآت ماديه طبعا. احنا بره احنا بره خالص يعني. انتوا كاتحاد بره؟ لا طبعا. حتى الموضوع العربيات والحاجات دي. أيوه. احنا كلنا طبعا بره. لا خالص طبعا. مفهوم. انتوا عملكم تطوعي كله في الاول؟ لا خالص. لا خالص. انما المكافآت اللي بتيجي بتتقسم على البعثه وبعض الناس الاداريين اللي هنا اللي كانوا بيخدموا من هنا. كويس قوي. كويس يعني برضه احنا ما بننساش ان كل فرد في المنظومه ساهم. وبالعكس هم اللعيبه كمان اللي بيبقوا عايزين كده. فبتتقسم العمليه بينهم يعني في لسه مستمرين مع حضراتكم في امسيتنا الكرويه وحوارنا الممتع مع استاذ خالد درندلي. استاذ خالد، خليني
اسالك في جزئيه مهمه جدا. مما علمت في المرحله بتاعت هيثم حسن ديت، ولما كان بيتعمل زوم، انك كنت موجود في الزوم الاخير اللي كنتوا بتتناقشوا فيه وتقنعوا فيه هيثم بالتواجد في منتخب مصر. فخليني افهم منك، هل ده حصل اول ولا لا؟ وايه اللي كان بيتم في حصل. كان زميلنا الاستاذ محمد ابو حسين، هو الحقيقه كان له الدور الكبير في القصه دي، وهو دلوقتي ماسك ابو حسين. ابو حسين هو ماسك البروجكت بتاع جذب المصريين مزدوج الجنسيه كويس. فكان موضوع هيثم، وبعدين عملنا زوم كان في رمضان يعني. عملنا زوم، وكان الكابتن هاني، وكان كابتن حسام وابراهيم ومحمد مع ابو حسين، وقعدنا كان مع والده بقى كمان. والراجل الحقيقه كان متعاون متفاهم، لان كان في بعض المنتخبات عايزه اثنين تانيين كانوا عايزين، كان ممكن هو يلعب معاهم. تونس اعتقد وفرنسا. ايوه. وبعدين احنا لقينا ان هو عنده ميول، راجل ابوه راجل مصري اصيل، فكان ساعدنا يعني. هو الموضوع ما كانش صعب، ان هو الراجل الحقيقه كان متجاوب وكان متفاهم، والولد كان عنده رغبه برضه. وفعلا بقى يعني عايز اقول لك، لما جينا وشفناه بقى عن قرب في المعسكر، ولد جميل لاقصى درجه ممكن تتخيل. طيب ده هيخليني اسال حضرتك سؤال كل المصريين بيسالوه، وفرصه ان حضرتك موجود معايا. الملف ده هنتعامل معاه ازاي؟ ملف مزدوج الجنسيه ده هنتحرك فيه ازاي؟ شوف، احنا بنعمل بحث دلوقتي عن كل المصريين اللي بيلعبوا في الانديه اللي بره. في منهم ناس ما عندهمش باسبور، لان باسبور ما طلعش. ماشي. انتهى. ماشي. فالحقيقه وزاره الخارجيه مع وزاره الداخليه بقى هنا متجاوبين معانا، ويعني ايدينا في ايدين بعض ان احنا هنسهل كل الاجراءات. لان ده ملف مش سهل يعني في التحركات الورقيه اللي لا طبعا صعب، وبعدين عايز سرعه. انما الموضوع كمان بعد ما موضوع هيثم، الناس تشجعت وتحمست اللي بره كمان، وهنا الجهات يعني كل الناس عرضت، وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه الحقيقه كله ساعد وقال لك قولوا لنا بس ايه، واحنا معاكم ونساعد في اي اوراق. وده للامانه انا عايز استغل ده، لان هي رساله مهمه. منتخب مصر فاترينا عظيمه يعني. هيثم كان بيلعب في ريال اوفيدو، وهو هبط الى الدوري الدرجه الادنى. الراجل من ساعه ما هو لعب مع منتخب مصر وظهر، وكل الناس بتتكلم عليه، مش كده؟ وبدا يبقى عنده فرص لعروض وحاجات تانية افضل. فده النهارده حمزه عبد الكريم بالظبط كده راح دلوقتي ممكن يتمرن مع الفيرست تيم عندهم، يعني المنتخب. عشان كده انا كنت في اول حلقه بقول لك حمزه هو المنتخب هو اللي عزز فرص حمزه بالشكل الكبير ده مع برشلونه، وعلى سعر هيثم طبعا، وكل لاعيبتنا. على فكره احنا منتخبك سعره التسويقي زاد. ايوه. ان انت النهارده بدل ما كنت بتروح تقول انا هلعب وهاخد $500,000 او $600,000 عشان العب ماتش ودي، لا انت النهارده ممكن تتكلم في 1 و2 مليون، وسعرك بقى زاد زي الفرقه الكبيره. انت من اكبر 16 فرقه دلوقتي. صحيح. فالنهارده انت سعرك التسويقي زاد، بالتالي لعيبتك النهارده قيمتهم زادت. يعني النهارده انا متاكد ان في عروض هتيجي جدا لعدد كبير من اللعيبه. انت عندك حسام عبد المجيد، هو عنده عرضه خلاص. حسام بيروح لفريق في بلغاريا، للجوريتس البلغاري، واعتقد مصطفى برضو شوبير عنده عروض يعني. انا متاكد ان لعيبه كتير جدا هيجي لها، وده اللي احنا نفسنا بقى، ان احنا ايه، نشوف لعيبتنا بره. زي النهارده انت بتشوف كل الفرق، الراس الاخضر وبتاع الناس دي كلها، كل لعيبتها محترفين بره. فده يعني حاجه ايجابيه. ايه اكتر المواقف صعوبه اللي كان فيها تحدي كبير عليك في البعثه ديت في خلال وجودك مع المنتخب؟ والله بص، هي مواقف بتطلع لك حاجات كده يعني. هدي لك مثل صغير. احنا طبعا جايين من مصر، في مصر طيران مديانا الطياره ال 350 الجديده الكبيره. شيكه دي حاجه يعني. واحنا طبعا بيبقى معانا معدات الفريق، الكور والطبي والحاجات والادويه، واخدين معانا اكل برضه، اللي هو مش اكل يعني، معلبات، حاجات فول، الحاجات اللي اللعيبه مش هتلاقيها هناك. واخدين معانا ادويه لكل احتمالاتك يعني. بجانب ان انت كلعيبه واخد تيشيرتات وحاجات، انت هتقعد شهر ونص. ايوه، واخد بالك، فانت الحموله كبيره جدا.
فنزلنا كليفلاند هناك في اوهايو، وبعدين واحنا بتطلعوا مسافرين بقى قبليها بيوم قالوا الطياره اللي جايه الصغيره مش هتشيل الكلام ده. فطبعا دي كان موقف. فعلى طول الحقيقه معانا برضو ناس مدربه، الحاج شعبان بسطوي، يعني حاجه خطير. الحاج شعبان ده خطير، لا حاجه يعني خطير. والله. والطقم وعلي ومينا ناس حقيقه تشرف، ناس محترمه وناس تعرف تتصرف ازاي، عندهم خبرات. الحاج شعبان كمان تحديدا طبعا. فقعدنا مع بعض على طول ساعتها هنعمل تراك هيجي ياخد الحاجه الزياده ويبقى جاهز انه هيسافر 36 ساعه، يمشي هو بقى على هنشوف الطياره هتاخد هتشيل ولا لا. اللي مش هتاخده التراك جاهز كويس، فنحط الاولويات. انت ايه اللي مش محتاجه اول يومين؟ حاجات ممكن تاجلها، صعبه مش سهله عشان فكان في الطياره بقى احنا قعدنا ساعتين في الطياره، والحموله بتوزن لحد ما نزلنا الحاجات الزياده. كل البعثه كانت بتشيل، كله بيساعد بعض. هم ما كانوش بيدخلونا مطارات كبيره، هم كانوا بيدخلونا مطارات صغيره عشان حتى بنتفتش تحت الطياره ونطلع على طول، والجوازات واحنا في الطياره كده يعني ما بتدخلش بقى التيرمينال بتاع السياح لا ده حاجه عشان تسهيلا يعني. فالناس نزلت، الجهاز الطبي والعاملين بتوعنا كمان الحقيقه يعني ناس حقيقه لازم نشكرهم يعني. فكله نزل بقى يشيل الحاجات ونشيل الشنط ويجيبوا زين تاني الراجل الطيطر لحد ما شلنا الحاجات. ونفس القصه اتعملت في سفريات تانية برضه. اكتر موقف ممكن يكون مضحك بالنسبه لك ما تنساهوش خلال موقف مضحك امام عاشور. ايه بقى؟ يعني شربات. ايه بقى؟ امام عاشور من اللعيبه اللي تحب تقعد يعني ايه تقعد معاه، له قفشات وله روحه حلوه، واللعيبه بتقعد هو يقعد ينكش اللعيبه ويتلموا عليه يفطسوه، فتبقى قاعد طول النهار يعني احنا رحنا اتلانتا، فكنا لسه لاعبين ماتش استراليا امبارح، فروحنا اتلانتا ما فيش تمرين غير ان احنا هنوصل من الطياره وطياره طويله يعني. هننزل على الاوتيل، هيدخلوا الجيم يعملوا تمرين في الجيم مش في الملعب، وبعدين هيدخلوا الساونا شويه، وبعدين يطلعوا على حمام السباحه. ماشي. فاحنا قاعدين في حمام السباحه كده بنتكلم، لسه واصلين بقى وبتاع وبنتكلم، بصينا لقينا امام طالع من الساونا حاطط تشكير ابيض هنا وتشكير فوق، لبيك اللهم لبيك. عايز اقول لك احنا كل البعثه ضحكت. وبعدين مره ثانيه بص تلاقيه احنا قاعدين في التمرين في المعسكر في سبوكان، رامي ربيع يطلع يجري وراه من الجيم ويطلع يجري يرجع قبل التمرين يعني. الدنيا حلوه يعني، الدنيا حلوه وبتاع، وعايزين عمال تقول اصل ضربت رامي وجريت، ويروح رامي ماسكه، طلع له علاء بقى الجول ما شاء الله عليه، طلع مسكوه قعدوا يضربوا فيه، وهو قفشاته ده مخلي المعسكر معسكر سعيد يعني جدا. اللعيبه مبسوطه مرتاحه جدا، طول ما انت بتكسب، انت اوضه اللبس عندك كويسه. وبعدين والله بكررها للمره العاشره، من احسن السفريات واحسن جيل. الواحد ما فيش واحد غلط. طب ده كويس والله بجد مش ببالغ، ما فيش واحد غلط. انت كنت حابب ان انت تقعد معاهم على الفطار، بعد الفطار بنقعد تبص تلاقي بقى بيلعبوا طاوله، بيلعبوا دومنا، بيلعبوا مش عارف كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيلعبوا طاوله. لا واللعيبه اوقات في بين الفطار والغدا مثلا قبل التمرين بتاع قاعدين تبص تلاقي قاعدين انت قاعد مبسوط معاهم. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك في ملف مهم جدا، هو ملف التجديد للكابتن حسام حسن. هل في شروط هل الكابتن حسام مضى اصلا ولا وجدد ولا لسه؟ احنا كل ده اتعمل طبعا، نتائج انت مش محتاج، مش عايز اقول لك يعني انت مش هو انت عايز منه ايه اكتر من كده. صحيح. هو عمل لك انجاز كبير جدا، ويعني نتائجه فرضت التجديد، بجانب ان هو شخصيته في الملعب يعني خلاص النهارده الكابتن حسام بقى له
وزن له تقل تقل جامد. تقل فني ورصيد، ده بنقول عليه في رصيد. الكوره رصيد. خلاص بالظبط. انا صنعت رصيد وتقل قوي. من الثقه ما بيني وما بينك كجمهور، ما بيني وما بالظبط. بينك كلاعب فالشروط دي لسه وكاتحاد. يعني ما عدناش كمجلس اداره، انما طبعا ما فيش عمر الكابتن حسام ما بيطلب حاجه او يعني بيشترط حاجه، ولا احنا بنقول له لا، ولا الكلام عن التفاهم. مضاعفه الارقام والحاجات اللي شبه كده. لا لا لسه مفيش حاجه من دي لسه خالص. مفيش حاجه من يعني احنا كل ده احنا التجديد خلاص، وعمرنا ما هنختلف يعني. بالعكس هو الراجل بيقول لك انا، وهو وطني قوي يعني قوي بزياده. يعني عايز اقول لك حاجه، انا ما شفتش هو وابراهيم حسن ناس عندها قلب مصر مش كل معقول. حاجه كل حاجه مصر يعني، حاجه بزياده يعني، حاجه بجد يشكروا عليها يعني، حاجه صحيح. هل من ضمن الامور اللي انتم بتفكروا فيها يبقى في بنود ليها علاقه ببطوله الامم الافريقيه، لابد الفوز ببطوله الامم الافريقيه ولا لسه ما اتكلمناش فيها؟ لسه ما اتكلمتوش فيها؟ لسه ما اتكلمناش في الحاجات دي. طيب عندي سؤال مهم في المرحله بس خلي بالك هو كابتن حسام يعني بيلعب على اللقب. على اللقب. هو ما بيهزرش. هو خلاص انت النهارده مش هتروح تنافس، لا انت مصر دلوقتي. انت بتلعب على اللقب يعني. طيب انتوا كاتحاد هيبقى دماغكم زي دماغ الكابتن حسام؟ هيبقى المطلوب في التعاقد اللقب، ولا ده مش هتحطوه في دماغكم لسه؟ والله هو خلانا ان احنا يعني الثقه اللي جات لنا والمردود بتاعه في كاس العالم مخليك ان انت يعني احنا وهو خلاص الثقه موجوده واحد ومش هنختلف. طيب عايز اتنقل معاك لملف تاني اذا حضرتك اذنت لي، ملف المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم. هذا المكان ما زال شاغرا حتى هذه اللحظه، ودايما انا بقول احلى فرصه للتطوير هو وانا ناجح. انا ناجح فالناس كلها عايزه تساعدني وعايزه تشوفني انجح اكتر من كده كمان. فالملف ده تتحركوا فيه ازاي؟ احنا نفسنا فتحت كويس نفسنا اتفتحت، وعايزين نشتغل شغل بروفيشنال. تمام. يعني عايزين زي ما عدينا بروفيشنال، يعني كان حرفيه جدا في ان احنا بنعد المنتخب لكاس العالم. احنا ابتدينا نشتغل على افريقيا، وابتدينا نشتغل على اولادنا اللي بره مصر. كويس.